مفيش حد مننا ما خدش جايزه في يوم من الايام. اتكرم في المدرسه مثلا، في الجامعه، حفله التخرج، لغايه شغلك ممكن تتكرم فيه وتاخد جايزه. انت بتثبت انك انت متمكن في مجال معين لما تقول للناس انك انت خدت الجايزه دي، او تكتبها في السي في عندك. فانت بالتالي بتقول للناس انك انت قادر على القيام بالوظيفه دي بكفاءه. والجايزه كمان بتديك الحافز وبتشجعك انك انت تكمل، وبتحسسك بتقدير مجهودك من الجهه اللي اديتك الجايزه دي. لغايه هنا الكلام جميل جدا، انت حاسس كده ان كل حاجه محطوطه في مكانها الصحيح، في مجهود قصاده جايزه. زي مثلا فدت بخبرتي ناس معينه وعلمتهم حاجه مفيده، ساعدت في تطوير حاجه معينه هتفيد الصناعه او الانتاج قدام، عملت مثلا بحث اتكلمت فيه عن حاجه مهمه، وغيرها وغيرها. ولكن زي اي حاجه في الدنيا، لما الناس تستخدمها استخدام خاطئ بتبدا تفقد بريقها وتفقد معنى وجودها. فليه الجوائز والانجازات بدات تشكل معضله وبدات تفقد معناها؟ ده اللي هقولك في الحلقه دي. فاهلا بيكم في حلقه جديده وسلسله جديده اسمها ديليما، اللي هنناقش فيها مواضيع بتشكل معضله بيعاني منها العالم حاليا. فانا ده حسن، لو اول مره تشوفني، لو شفتني قبل كده وعجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا. تعالى بقى اكلمك عن وهم بعض الانجازات والجوائز، وطبعا بعض مش كل. انت ممكن تسال ايه المعضله؟ يعني فكره الجايزه، واحد عمل حاجه خد جايزه، ايه المشكله؟ انا هقول لك يا سيدي، مفيش شك انك انت في اي مرحله عمريه خدت فيها جايزه حسيت بلذه انتصار ولذه نجاح غير عاديه. تخيل كده اسمك بيتنده بين عدد كبير من الناس، تحس انك انت اثبتت جدارتك وتفوقت على كل الناس دي، وفزت انت بالجايزه. بص، حاله كده من الانبساط والانتصار غير عاديه. بريق الجايزه بريق غير عادي، خصوصا لو كانت الجايزه دي عالميه او من منصه عالميه. لكن ايه اللي حصل في التحول التقني الرهيب اللي احنا بقينا فيه في العالم الحديث، اللي بقى مهتم بالماده اكتر من اي حاجه تانية؟ عالم مهتم بكام واحد شاف الحاجه الفلانيه، كام واحد عمل لايك. تخلي قد ايه النهارده من المنصه بتاعتي او من الفيديو بتاعي. العالم اللي بقى فيه اللايك بيساوي فلوس، الفيو بيساوي فلوس. وركننا فكره المحتوى نفسه على جنب وركزنا اكتر في اللايك وفي الفيوز. ومع وجود منصات متنوعه زي انستجرام، يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، مش مهتمه بنوعيه الفيديو اللي انت هتحطه. المهم عندها ان المنصه يزورها اكبر قدر ممكن من الناس، لان ناس كتير معناها فيوز كتير، معناها اعلانات كتير، معناها فلوس كتير. محتواك هيجيب فيوز كتير هنرفعه فوق، هيجيب فيوز قليله هنهمشه على جنب، بغض النظر بقى عن نوعيه المحتوى. طيب انت برضو عايز توصلي لايه؟ هقولك. المنصات دي كلها بتعمل جوائز لصناع المحتوى على الموقع بتاعها، دروع، فلوس اكتر مع زياده الفولورز، امتيازات اكتر، وهكذا. في من المنصات دي اللي بيعمل حفلات لتوزيع جوائز ضخمه لصناع المحتوى، والحفلات دي بتكون ولا حفلات توزيع جوائز اوسكار، زي الحفلات اللي بتعملها منصه تيك توك وانستجرام مثلا. الحفله بيبقى فيها هوستس وجوائز، جايزه اكبر محتوى عائلي، جايزه اكبر مشاهدات، بريق ولمعان وتسقيف وانترفيوهات، وهيطلع في التلفزيون، وشهره غير عاديه. الكلام ده هيبقى ليه قيمه لو انت اتكرمت لانك انت ضفت قيمه حقيقيه للمجتمع، او ضفتها لنفسك وتقدر تفيد بيها غيرك. لكن اللي بياخد جايزه دلوقتي بياخدها على ايه؟ عشان عنده فولورز اكتر مثلا، بغض النظر هو بيقدم ايه. كتير منهم ما بيعملوش اي حاجه غير عرض حياتهم اليوميه بشكل مستفز على مواقع التواصل الاجتماعي. او اداك الجايزه عشان انت عملت ترند احلى مثلا. تقدر تقول ان هو بيديك جايزه عشان انت اضفت قيمه للموقع مش للمجتمع اصلا. ده بيعمل حاله لمستلم الجايزه ان هو بالفعل انجز شيء في حياته. الوهم ان هو بالجايزه دي انتصر على كل صناع المحتويات التانية. انا عملت انجاز، انا خدت الدرع الفلاني، انا اتكرمت، وحاله من لذة الانتصار اللي كلمتك عنها في بدايه الحلقه. بل واوهموهم ان هم بالفعل عملوا حاجات ذات قيمه، لان هم بيدوهم الجايزه حطوا لهم مسميات مش حقيقيه. يعني سموا مثلا اللي بيعرض حياته الشخصيه للعالم ان هو بيعمل محتوى عائلي. فين فكره العائله في ان انا اعرض حياتي الشخصيه للناس، مراتي وولادي وحياتي الشخصيه؟ هو بس عايز يحفزك انك انت تستمر في انتاج مزيد من الفيديوهات فبيديك جايزه، عايزك تركب الموجه اللي بتجيب ترندات وفيوز عشان ترجع وتتكرم وتاخد الجايزه تاني، او تاخد امتيازات وجوائز اكتر فتحس بلذة انتصار اكتر، ونفس البريق واللي معاه من تاني. في الحاله دي انت مجرد اداه بتخدم بيها الموقع نفسه، لانه مستفيد منك اضعاف ما انت مستفيد. فبالتالي الجايزه ملهاش اي معنى فعلا. لا انت افدت المجتمع ولا افدت نفسك، انت فدت الموقع بس. فبقى صعب دلوقتي تربط الجايزه بالانجاز. فكره التكريم والجايزه نفسها فقدت معناها. الفكره تشوهت لان العالم نفسه اهتم بالماده، الفلوس، بغض النظر عن القيمه الفعليه للحاجه. طب خلينا احطك في عالم موازي، حيث الجوائز دي راحت لحد قدم قيمه فعليه فعلا للمجتمع، افضل قناه تعليميه مثلا، افضل صانع محتوى ثقافي تاريخي تبسيط علوم وغيره وغيره. وقتها هتحس ان هو يستاهل الجايزه فعلا، هو تعب فعلا وقدم قيمه للمجتمع بناء عليه اخد الجايزه. وقتها هتحس فعلا ان المنصه مهتمه بنوعيه المحتوى مش الفيو واللايك، صح؟ وقتها هتحس ان المنصه بتعمل فرز لصناع المحتوى وتختار اللي بيقدم قيمه حقيقيه للمجتمع. ولكن بسيستم الامور ماشيه عليه دلوقتي، صناع المحتوى اللي بيقدموا قيمه حقيقيه للمجتمع بيحس ان هما بيدانوا في ملطه، تعب في كتابه المحتوى وانتاجه وتصويره. في الاخر الجايزه دي بتروح لحد ما يستحقش الجايزه اصلا.
وطبعا هننقل ان في وسط كل العك ده قدر بفضل الله ثم بمجهوده يشد الناس ليه تتعلم منه حاجه مفيده جدا للمجتمع، وقدر ان هو ياخد جايزه هو يستحقها بالفعل. عشان كده من خلال الحلقه دي انا عايزه اوصل فكره الاثر. قبل ما تقع في فخ الانجازات والجوائز اسال نفسك سؤال مهم قوي: هل باللي بعمله ده ضفت قيمه لنفسي للمجتمع، سبت اثر؟ وعاوزاك ترد على نفسك بمنتهى الصراحه. الجايزة ما هي إلا حافز إنك أنت تكمل، الجايزة جزء من الإنجاز، بس الإنجاز الحقيقي إنك أنت تسيب أثر في اللي حواليك أو القيمة اللي أنت بتضيفها لنفسك. أنت أخدت جايزة لأنك أنت تفوقت على غيرك، لكن تفوقت عليهم في إيه؟ في مين عمل الترند بشكل أفضل، ولا مين أضاف قيمة لنفسه للمجتمع أكتر؟ هنا تكمن فكرة الإنجاز الحقيقي مش الوهمي. وفي العالم اللي احنا فيه مش دايما هتاخد جايزة على الحاجة اللي أنت قدمتها للمجتمع، مش دايما الناس هتكرمك، بس فكرة الأثر نفسها فكرة جميلة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث بتفهمك إن بالأثر اللي أنت تركته ده بتاخد حسنات حتى بعد ما تموت، والإنسان بقى محتاج يوم القيامة كل ذرة حسنة عشان ينجو من النار. ودي بجد الجائزة الأكبر فعلا، الأثر هي الجائزة الأكبر فعلا. حتى لو انت متكرمتش في الدنيا، حتى لو انت في مجتمع مهتم بس بالماده، فالجائزه الاكبر ان حد يفتكرك بعد موتك ويدعي لك عشان علم انت نشرته مثلا، الناس تفضل تستفاد بيه لغايه يوم الدين. ده الانجاز الحقيقي. ومن ناحيه تانية كمان اي اثر سيء هتسيبه والناس هتقتدي بيك، فانت هتفضل تاخد وزر الاثر ده لغايه يوم القيامه. بس كده انا كده خلصت معضله الانجازات والجوائز. بس حابه اضيف نقطه اخيره. في فكره منتشره حاليا ان يا جماعه كل واحد عارف الصح فين والغلط فين، وكل واحد عنده عقل ومخ بيعرف يدور، وكل واحد مسؤول عن تصرفاته، وكل واحد حر. الفكره دي فكره غلط تماما ومش موجوده في الدين اصلا، لان احنا مش عايشين لوحدنا، احنا بنتاثر ببعض وبنضعف لما بنلاقي مجموعه كبيره بتستسهل فعل معين ووارد ننساق وراه. عشان كده احنا مأمورين ان احنا نعين بعض على الخير. ما تبطلش تنصح الناس وبطل تتابع الناس دي، حتى لو انت الوحيد اللي بيعمل كده، انت بتعمل كده علشان نفسك. وابدأ ركز فعلا وتابع اللي يفيدك في حياتك ومستقبلك، وابدأ اعمل اللي يسيب اثر طيب في حياة اللي حواليك. واتمنى لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وقول لي رايك في الحلقه في الكومنتات، يشرفنا اسمع رايك طبعا. وما تنساش تشير الحلقه مع صحابك يمكن يستفادوا، واشوفك باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.